هم لاحظت فد يوم إنه أكو ناس بحياتنا أبد ما ينشرون صورهم على الانستغرام أو السوشيال ميديا، لا صور فيديو ولا حتى فلوجات، وما تعرف أي شي عن حياتهم. ذول النوع من الناس تحسهم إنهم مخفيين عن هذا العالم. لكن علم النفس إله رأي ثاني، ويقول إنه هذا التصرف مو اعتباطي أبد، ولكن بالعكس هذا التصرف يعكس هواي أشياء وأسرار عن ذول الأشخاص. أول شي ذول الناس يقدرون خصوصيتهم بصورة كبيرة جدا. الفكرة مو إنهم انطوائيين وما يحبون العالم، لكن ذول الناس يحمون مساحتهم الشخصية جدا، بوقت أغلب الناس همها الوحيد اللايكات والمشاهدات والشهرة. فالتقدير اللي يجي لذول الناس هو ينبع من داخلهم، ما يحتاجون يعلنون عن أي شي بحياتهم حتى يحسون بالرضا عن ذاتهم، وهاي بحد ذاتها علامة على الثقة القوية بالنفس. ثاني شي ذول الأشخاص تلقى عندهم وعي كلش قوي بذاتهم، يعني يعرفون منو هم بالضبط، شنو قيمهم وشنو أهدافهم بالحياة. ولهذا السبب ما تلقاهم يركضون ورا الترندات أو يقارنون نفسهم بغيرهم. سعادتهم الحقيقية تجي من داخلهم، مو من ردة فعل الناس عليهم. ثالث شي قلة النشر مالتهم مرتبطة بتقدير الذات، هم ما ينشرون صورهم حتى يثبتون قيمتهم لأي أحد، لأن هم بالأساس حاسين بالكمال. علم النفس يقول إن ذول الناس قلقهم أقل ومركزين بشكل أساسي على أهدافهم الحقيقية داخل الواقع. ذول الناس تلقاهم دائما هادئين أونلاين لأنهم يفكرون بعمق، يعني يفكرون هواي قبل لا يحجون أو ينشرون أي شيء. تلقاهم بالصدفة يلا ينشرون منشور، وإلا يكون هذا المنشور مهم جدا يلا ينشروه. فهم يقيمون أنفسهم بمعاييرهم الخاصة، ودائما يفضلون النقاشات الحقيقية عكس التفاعلات السطحية. أغلبهم فاهمين كلش زين إنه السوشيال ميديا ممكن تشوه الواقع، فمرت الجاية من تشوف شخص ما ينشر صور لا تفترض من عندك وتقول إنه هذا الشخص مقعد أو ما عنده ثقة بنفس. بالعكس يمكن يكون هذا الشخص أذكى منك.